ازيكم؟ وحشتوني جدا جدا. عارفة ان الغيبة طولت قوي، بس حقيقي غصب عني، وحقيقي اشتقت ان اكون معاكم. الموسم ده موسم مختلف. مش هتكلم عن موضوع تطوير الذات بس، لا، هتكلم عن مواضيع عن الحياة، عن حاجات بنحتاجها، حاجات بنحسها وبتأثر علينا بدرجة كبيرة. موسم هيكون فيه حاجات مختلفة ومواضيع هتعجبكم، ومنها مواضيع هتلمس قلبكم عشان انتوا اللي مختارينها. حابة أبدأ معاكم بموضوع مهم جدا، ويلا بينا نبدأ مع بعض أول رحلة من رحلات بودكاست قلم حبر. ورحلتنا النهاردة عن الأمان والعلاقة الآمنة. إمتى نحس بالأمان؟ مش بس مع شريك حياتنا، لأ، مع كل واحد قريب مننا. الأمان هو شعورك لما بتكون مع شخص آمن، يعني بالبلدي كده بتكون على طبيعتك، تتكلم براحتك وما بتخافش إنه يحكم عليك من أي تصرف بتعمله أو حتى بتقوله. بتحس كده معاه بالاحترام والتقدير، بتبقى واثق دايما إنه عمره ما هيأذيك. وأكتر حاجة بتحسسك بالأمان مع الشخص اللي قدامك إنك تحس معاه بالتقدير والاحترام. التقدير في كل حاجة بتعملها وبتتعب علشانها، تقدير في مشاعرك، تقدير حتى في زعلك وألامك، والاحترام في حدودك اللي حطيتها لنفسك وغيرك. بتحس بالأمان مع الشخص اللي بيحترمك في وجودك وحتى غيابك. الشخص اللي بيحترمك قدام الناس ده بيكون شخص آمن، لأن للأسف الشخص اللي بيقلل منك قدام أي حد بيكون شخص غير سوي، شخص ما يستحقش إنه ياخد مساحة كبيرة في حياتك. طيب، إزاي تعرف إنك في علاقة آمنة مع اللي قدامك؟ يبقى عندك سلام داخلي بعد ما تقضي الوقت معاه، بتكون مرتاح البال، مش مرهق، مش متوتر أو محبط. العلاقة الآمنة بتبني طاقتك مش بتستنزفها. العلاقة فيها إحساس بالأمان والاستقرار، مش دايما حاسس إن العلاقة على حافة الهوية أو في دوامة من الدراما والمشاكل اللي ما بتخلص. الشخص الآمن هو اللي يسمعك بتركيز وحب من غير ما يقاطعك أو يحكم على كلامك. هو اللي يحسسك إنك رأيك ومشاعرك مهمين بالنسبة له، وكمان تقدر تقول لأ أو تعترض، يعني تقدر تعبر عن رأيك من غير ما تخاف إن رأيك ده يسبب له مشكلة شخصية. الاعتذار الصادق هو إن الطرفين بيعتذروا لما بيغلطوا. الاعتذار مش كلمة آسف، لأ، بيكون وراها تغيير في السلوك، مش مجرد أنا آسف وخلاص. النقد البناء، لو انتقدك بيكون النقد ده على سلوك معين، مش هجوم على شخصيتك، وبيوجه النقد ده بطريقة محترمة عشان يساعدك إنك تتطور، مش عشان يجرحك. التشجيع والدعم، بيكون أول واحد بيشجعك على أحلامك وأهدافك ويفرح لنجاحك من غير أي غيرة أو حسد. احترام الحدود، بيحترم خصوصيتك ووقتك وعلاقاتك التانية وآرائك حتى لو مختلفة معاه، مش بيضغط عليك عشان تعمل حاجة ضد رغبتك. ثق في الوعود، لو وعدك بحاجة بيحاول يوفي بوعده، بيكون دايما موجود لما بتحتاجه. الاحترام حتى في الغياب، بيحترمك وبيتكلم عنك بطريقة كويسة قدام الناس حتى لو انت مش موجود. الخلاف مش حرب، وفي الخلافات بيكون الهدف هو حل المشكلة، مش كسب معركة أو إثبات إنه على حق وإنت غلط. مفيش إهانات أو عنف أو استخدام ألفاظ جارحة أو شتايم أو أي شكل من أشكال العنف حتى اللفظي، حتى في قمة الغضب. حابة أقول لكم على اختبار بسيط ممكن تطبقه وتسأله لنفسك، والأسئلة دي تكون إجابتها نعم على أي علاقة في حياتك. هل ممكن الاعتماد على الشخص ده في أوقات الصعبة؟ 2. هل بيحسسني الشخص ده بإني كويس بما فيه الكفاية؟ هل بيحترم لأ لما بقولها؟ هل بعد ما بخرج من مقابلته بحس إني سعيدة وعندي ثقة مطمنة؟ هل ممكن مشاركة أخباري السعيدة معاه من غير خوف من إنه يحبطني أو يقلل من فرحي؟ 6.
هل هو كمان بيبذل جهد عشان يحافظ على علاقتنا مع بعض؟ كلمة أخيرة للعلاقة الآمنة. العلاقة الآمنة والمريحة مش علاقة مثالية وما فيهاش خلافات، لا فيها، بس بتكون خلافات طبيعية. خلافات في العلاقات الآمنة بتكون جسر للفهم أكتر مش إهانة بعض. العلاقة الآمنة هي اللي بتكون فيها أنت مش محتاج تثبت قيمتك، لأن قيمتك معروفة ومعترف بيها من الأساس. بتكون مش محتاج تتكسف أو تستخبى، لأنك في بيت مفتوح ودافي مش ساحة حرب. ثق دايما في غريزتك. لو عقلك بيقولك كل العلامات كويسة لكن في شعور جواك بيقولك في حاجة مش مظبوطة، يبقى اسمع شعورك. نيجي بقى لنقطة مهمة جدا، ازاي نعرف او ايه العلامات اللي بتقولك انك في علاقة سامة او غير آمنة؟ انتهاك خصوصيتك، شخص بيتدخل في امورك الخاصة. التلاعب العاطفي والعلاقة المشروطة، يعني لو كنت بتحبني كنت عملت لي الحاجة دي، وطول الوقت بيوجه لك جمل زي دي، ولو كنت بتحبني كنت عملت كذا وكذا. في حاجة كمان، الشخص ده لو ساعدك بيبقى محتاج منك مقابل فوري، وحبه دايما مربوط بانك تعمل له حاجة معينة. النقد طول الوقت والسخرية من حاجات انت حاسسها، شعور بانك مرهق، بتحس انك مش مرتاح نفسيا ومش مشحون بطاقة ايجابية بعد كل مرة بتقضيها مع الشخص ده. التحكم والعزل، بيحاول يتحكم في مين يدخل حياتك ومين لأ، تكلم مين وما تكلمش مين، بيحاول يمنعك عن أشخاص في حياتك، ودايما بيخليك شخص معزول، مش بيعتذر أبدا، دايما مقتنع إنه صح وإنه مش بيغلط وإنه دايما على حق، ولو اعتذر بيكون اعتذار شكلي كده عشان الموضوع بس يعدي. الاستنزاف المادي والمعنوي، العلاقة كلها عبارة عن إيه؟ هات 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 هات، من وقتك ودعمك وفلوسك من غير ما يدي أي حاجة في المقابل. الغيرة المرضية والشك الدايم، طول الوقت بيتهمك إنك مش وافي في حب ومش بتحبه من غير أي سبب، ودايما شاكك في نواياك، لومك على كل حاجة بتحصل، دايما في حد تاني بيكون هو السبب، وفي الغالب بتكون انت السبب في مشاعره السلبية وفشله. ولو اتكلمنا عن العلاقات الغير آمنة والشخص الغير سوي مش هنخلص، بس ان شاء الله هيكون لنا حلقة عن العلاقات السامة. بس في نهاية النقطة دي حابة نتفق على حاجة، العلاقة الآمنة مش بس علاقة مريحة، لأ، هي علاقة مشبعة، يعني مش بس ما بتوجعش، لأ كمان بتبنيك وتدعمك. العلاقة الآمنة هي اللي بعد ما بتخرج منها بتكون أحسن مش أسوأ، مليان أمل مش يأس. لو شايف العلامات دي في أي علاقة قريبة منك، ده مش معنى إنك تكره الشخص ده، لكن تحط حدود قوية عشان تحمي سلامك النفسي. وأحيانا أبسط حدود ممكن تحطها هي المسافة والاختصار. شكرا ليكم لوجودكم معايا. لو عندكم أي تجارب أو أسئلة شاركونا في التعليقات أو على رسائل صفحتنا على الفيسبوك. هستناكم المرة الجاية، وهنفضل مستمرين إن نكتشف نفسنا واللي حوالينا وطرق تخلي حياتنا أكتر سلام ووعي. كونوا دايما بخير. كانت معكم نرمين حكيم من بودكاست ألم حبر.